السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايبي طلاب الحلوين، طلاب الصف الثاني الإعدادي. معاكم مس رندا حسن. النهارده هنعمل مع بعض تجربة هتبين التفاعلات الكيميائية. عندنا تغيرات على المادة نوعين، إيه وإيه؟ تغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية. مين شاطر يعرف يعني إيه التغير الفيزيائي؟ هي يوسف. هو التغير في حالة أو شكل المادة دون تغير في تركيبها الكيميائي. برافو عليك، تغير في شكل او حاله الماده دون تغير في تركيبها الكيميائي. يعني انا اجيب قطعه من التلج واسيبها هتنصهر تتحول لميه سائله. هل التركيب الكيميائي التلج مختلف عن الماء السائل؟ لا، الاتنين نفس التركيب الكيميائي H2O، ولكن التغيرات الكيميائيه حاجه ثانيه خالص. مين يعرف يعني ايه تغير كيميائي؟ نعم. تمام، ده اللي احنا هنشوفه مع بعض النهارده. ايه الادوات اللي عندنا يا حسن؟ زجاجة وخل وكربونات صوديوم ومعجون ومعلقة. خلاص. طيب اول خطوه هعملها ايه يا معاذ؟ هنحط الخل. برافو عليك. تعالى هنضيف الخل في الزجاجه. تاني خطوة هنعمل ايه؟ نحط ملعقة من كربونات صوديوم في البالون. ساعدوا يا معاذ. بس عشان ما تقعش. جدع. برافو عليك. يبقى أنا عندي هنا لسه ادي الخل وادي البالونة فيها كربونات الصوديوم. هل دلوقتي في تفاعل كيميائي؟ لا. لازم المادتين يبقوا على بعض، يحطهم على بعض. يبقى أنا هركب البالونة على الزجاج. حاول بس بص هيكون هنا. طبعا هنضيف الخل على برافو عليك. هنضيف كربونات الصوديوم على الخل. شايفين؟ حدث ايه؟ فوران وتصاعد غاز هو اللي ملى لينا مين؟ البالونه. حدث تفاعل كيميائي ولا لا؟ حدث تفاعل كيميائي ونتج عنه مواد جديده. يعني انا حتى خل حتى كربونات صوديوم يعني ايه؟ غاز ثاني اكسيد الكربون. يبقى اذا هو تغيرات كيميائيه ينتج عنها مواد جديده تختلف خواصها الكيميائيه عن خواص المواد الاصليه. غاز ثاني اكسيد الكربون ده اكشف عليه ازاي؟ لا ترفع ايه؟ هتقف ابتدائي. هتقف ابتدائي هي حسب. نحط ماء معقم. يعكر ماء الجير الرائع. يبقى غاز ثاني اكسيد الكربون بكشف عنه ازاي؟ يعكر ماء الجير الرائع. هل اقدر اقول على التفاعل ده انه حدث تغيرات فيزيائيه؟ لا، تغيرات كيميائيه. يبقى لازم اميز بين التغيرات الفيزيائيه والتغيرات الكيميائيه. في اي سؤال؟ شكرا ليكم جدا. عايزين نعمل لبعض سباعيه. اهتك